ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ وحشتونا. قوي. دلوقتي يا جماعه في خناقه جباره على كل وجبه واحد في التاني. كل واحد طبعا في التاني. كلنا باصين في وجبه التاني بصراحه. باصين في رزق غيرنا. دي حقيقه. واللي بص الناس بتحرم على عيشته. بتحرم عليه عيشته، فحطوها تاني هزار ما نحبش. انت يا ابني اخد اكبر وجبه اصلا، احنا كلنا باصين بس كلهم نفس السعر. والله انت وابوك. وجبتي الفقيره. لا ما تحطيش بتاعت تمثلي، ما تحطي دي معاها ودي وجبتك. دي وجبتي. بصوا لا استنوا، نادين 3 قطع ستريبس هي اللي طالبانا. حلو قوي. انا اللي طلبت بابا انا وانا 3 قطع بانيه وهي اللي طالبانا. علي في الصلاه على النبي 5 فرخات. طب انا قلت ايه؟ مش قلت كنت بقول على ذوقك؟ عايزه تبدلي ايه؟ بص بقى امير بقى فراخ تلاقي ستريبس تلاقي سكالوب تلاقي كولدون برو تلاقي كده. دي وجبه يعني نانو ابراهيم اللي يجي. نانو فين عند عمتها؟ لا دوها اول وبعدين انا هدوقها. بالصلاه على النبي اهو. بص عشان بس بطني ما توجعوش. بص ايوه ما انا عارفاها. بص صدر قد ايه. صلاه على النبي بقى. لا بس حلو القلوب بقى. الف هلا. الف هلا. لا بقى خلاص بقى. خلاص والله لا خلاص بقى. يا عم لا انا بعملها كتير. ما بحبهاش اصلا خالص والله، بحبها ابدا. ما بحبش كل يا بابا. احنا هناكل بايدينا بقى ولا ايه؟ دوق كل دول. انت معاك فراخ تاكل بايدك عادي. اخد معاك. كل ده عشان مكسل تفتح طبعا معلقه. انت بتحبيها ناس وتقولي هو المكتبه. الله البنيه حلو قوي. انتوا نسيتوا تجيبوا معلقه ولا ايه؟ هتلاقي تحت الجو. سموا بالله. ايوه سموا بالله نفر. بسم الله. ده ايه بقى؟ ده هو ده. انا قلت لك تدوق صح؟ مش تدوق؟ انا قاعد مراقبها. انت مش تدوق ده انت. لا ده انت حالتك صعبه يعني. قدامك ده كله كمان باصص يعني الحتتين بتوعنا. نادين قررت تعزمنا النهارده. قلت لك ايه الفيديو؟ نادين منورانا النهارده. اقوم امشي. حلو. خش بقى على الكون البانيه ده. اكلوا بنات. بياكلها انت بتاكل بالديه دي. لا حتى الهدوء بتاعتك. لا بتاكل منين؟ تبدلها بايه؟ انتوا مش حاجه سهله معانا. لا مش هنبدل. لا يلا بقى قول لي بقى بسرعه. دي حر قوي. مش عايزه تبدل، عايزه لا يا عم كده. لا مش عاجبني. ده هو غيرك بقى. لا ما انا معاك. هاكل بنات؟ ما حدش حلو قوي يا ماما كده. انت معاك تكفي على 10 اسبوع 10 سنين. بقالها كام يوم اكل من بره، سندوتشات برجر، ما عادش بتعمل اكل زمان اللي هو السمين والحاجات دي. بس يلا لسه عاملاها امبارح طاجن اللحمه بالسجق. انا اكلت اكلي من بره امتى؟ بقالي شهر. بس بتعمل اكل متدلع، بتعمل لي مش عارف برجر، كريبات، حاجات من دي. ده امبارح على العشاء، امبارح بالليل على العشاء عملت لهم كريبات. تصدق انا غلطت. هي نشوى بتحب يعني من كل لون. عايز كام؟ روح بقى. سيبي يتمشى بقى. ادي لحد طبق بتاع ويديني حته فراخ. لا خليها ولا انت خليها معاكي. اللي انا مستغرب منه ان دي يعتبر كلهم يعتبر نفس السعر. لا ايه؟ انت وده الكبار دول نفس السعر. انا ونادين اصغر وارخص حد فينا بجد؟ والله. احنا بس بنضرب برضه علينا. ازاي سعر دي؟ ديت نفس سعر دي، نفس سعر دي. دي اقل في السعر كمان اقل؟ والله العظيم. وجامده ما شاء الله مليانه. هي اصلا اللي هياكلها هيخش المستشفى. بقول لهم الوجبه كلنا باصص لها. هتاخد جد تاخد دي؟ هي عشان لا انا معاك. انت بتحبها؟ لا. نادين انت بتحبيه؟ هتدوق دي قطعه فراخ. لا يعني هبدل. هي بتحكي مع كده الفراخ من اول الفيديو. توميه خد توميه. معايا. توميه حلو. سبايسي ولا لا؟ هات توميه وخد العصايه. حلوه ولا لا؟ بجد؟ خد دي وهدي. اه ماما بدو كده دي حلوه قوي. ده انت دماغي يالا. عايز جيب لي عظمه. نادين معاه والله. القطعه بتاعتك سبايسي ولا لا؟ شافتني بلمت شويه بتقول لها حرام ولا لا؟ ايه؟ قول تاني كده. فين موجود سفيان؟ مين؟ مصطفين النهارده ملوش شرطه. وانا دمي تقيل قوي. ليه؟ اشمعنى؟ عدوا ايه يا ماما؟ ايه ده ايه؟ حلو. نظيف اكيد حلو. انا هاخد اكتر وجبه. ما بتضحك عليك بتقول لك ان هي اللي اختارتها والله انا اللي مختارها. ما تضربهاش. انا اللي مختارها هي زمان. عشان هي اللي عارفه المطبخ. بس والله بصراحه بالنسبه للغنى كل واحد يقول بيحب يسمع مين. يقول شعب ايه ما عدتش بسمع. وحزين ايه. ابعت شوف تسمع ما ولا بحس. والله ما عدت بسمع اغاني خالص. بجد؟ الولد شايف ايه؟ انا بس بحب اسمع كايروكي. امير عيد. تحب تسمع ابوك؟ عادي يا امير تاني. فاكر ايام ما كنت بحب اسمع ليه؟ هي بتحب تسمع ابوك. عادي يا امير تاني بتقول. وشعبي ما عادش بحب الشعبي.
لا انا ما بسمعش اغاني الحمد لله بقالي فتره، بس لو وانت هسمع مين؟ شعبي بحب اسمع محمود الليثي. حلو. لا صح، كنت بجد؟ لسه اقول بتسمع اي حاجه محمود الليثي بينزلها بتسمعها. بس ده كان يعني بقالي فتره من زمان. وانت يا بابا؟ انا بسمع شباب. حكايه مين صح؟ ايه من زمان ما عرفتش اسمع اغاني عادي. برضه؟ من انتوا ما سنين. بتسمعوش؟ انا كان من زمان من زمان اسمع شعبي. اسمع احمد عدويه، كانت تبشيراته كلها عندي، وعبد الاسكندراني. ومين تاني؟ كان العهد ده كله يعني. بالنسبه للغنى بقى انا بحب اسمع اغاني. مين؟ بحب اسمع اغاني. باش يعني بالنسبه للقديم لا تتريقوا عليه. ايه؟ قديم طارق الشيخ ما ده شعبي. ما تتريقوش عليه. انا بقول على قديم. ده جميل. وابو الليل ابو الليف اللي هو بتاع ده قديم. ده اهل دول والله دول ناس وحوش، دول ناس ولاد وحوش. 60 ب70. لا بتكلم على قصدك ايه يعني؟ بحب اغانيه. وبالنسبه لدلوقتي في مغني طلع جديد اسمه الولد دي محدش يعرفه برضه، اسمه احمد عامر. بالنسبه للاغاني كنا زمان في بيت بابا كان الاغاني عند اخواتي ان هم لازم ما يعرفوش ينظفوا البيت من غير ما يشغلوا الاغاني على استروهات بصوت عالي. الحقيقه يعني الشارع كله بيبقى سامع. سماعات الصب الكبيره عشان ينظفوا البيت، استحاله يقوموا ينظفوا البيت من غير ما يشغلوا كده بجد والله. طب وانت؟ سنين عمر. لا انا احنا عندنا الاغاني في الورش زمان كانت يعني فما انواع. الصبح الساعه 8 الصبح من 8 ل 10 نشغل قران. اول ما ورشه تفتح اول مره ونصلي. تفتح. وبعد كده نشغل اغاني لما لغايه العشاء، اغاني بقى اللي هي الشعبيه بقى. وكان اللي شغل بقى الاغاني دي عارفه انت ايهاب توفيق وعمرو دياب والحاجات دي، يقول لك كان فرفره دي والله لازم اغاني شعبيه. احمد عدويه الاغاني اللي هي طالعه بقى اللي هي فاهمه. انا الاغاني بتاعت زمان اللي هي محمد فؤاد زمان بقى وعمرو دياب زمان. طب ومحمد منير ابوك يحبه. محمد منير حلو. انا مرتبطه بيهم مش كاغاني، كذكريات مثلا. يعني اول ما الشريط ده نزل كنا مثلا بنصيف في راس البر. اول ما الشريط ده نزل كنت انا لسه داخله الدراسه الجديد سنه كذا. والله الذكريات فاكره كل حاجه بايه؟ طب ايه اللي بيفكرك باول ما شفتي بابا؟ اغنيه ايه؟ ابوكي هاني شاكر كان بيبعت لي اغاني. غلطان. لا والله العظيم كان علي اول ما تقدم لي كان بيبعت لي اغاني شاكر اللي هي بتاع فتحكي له مع الاجنده وخليك بالتقصير. بصوا في البدايه اول ما علي جه تقدم لي جاب اجنده كبيره كده. كان علي بيقول شعر وبيقول اغاني، بيكتب اغاني. كنت زمان احب الف اغاني. بجد والله العظيم بحكي لكم بجد. علي كان زمان بيكتب اغاني. فاول ما انا تقدم لي جاب لي اجنده كده فيها كلام اغاني بيكتب اغاني للمغنيين ولا من دماغه؟ من دماغه. يعني بيكتبها لمين برضه؟ انا كنت بقعد الفها بنفسي. يقعد يالفها كده. مره يا نديم شاعر غناء في دمياط كان بيألف اغاني وكان بيبيعها. فالمهم انا قلت له كلام الاغنيه في التليفون في السنترال، والله العظيم ماليش ولا على البحر عندي. حد جاب لي رقمه وقال لي اتواصل معاه استاذ فلان الفلاني وقول له انا جاي لك من طرف فلان. وما كان في ناس بتغني شرايط، كنت فعلا بقرا اسمه ونشو من تاليف فلان وكده على الشرايط. فالمهم قلت له كلام الاغنيه، قال لي هي كلامها حلو وكلامها جميل والاغنيه ده هتنجح، بس انا عايزك تغنيها لي. يا نجوى اسمع اقسم بالله، قال لي انا عايزك تغنيها لي. قلت له اغنيها لك ازاي؟ ما انا قلت لك الكلام. قال لا انا عايزك تقول لها باحساسك. انت ما بتغنيش. لا يتحرج. قلت له غني مين يا عم؟ قال ما هو انت لو ما غنيتهاش مش هعرف، لازم احسها منك. قلت له والله ما انا قايل. وما عادش كده. اقسم بالله يا شو حصل. فكان في اغنيه بتاعت عاوز اغني للراجل. فاغنيه بقى اللي ابوكي بتاع زمان، واول ما اتعرفت عليه كان باعت لي اغنيه هاني شاكر اصاحب مين وغير قلبك ماليش اصحاب بقى والكلام اللي هو ما يقتلش عايز ده. بس كانت بالنسبه لنا احنا كانت بالنسبه لي انا وهو بيحكيها لي ان هي اغنيه قديمه قوي. ده كان زمان كمان. يعني هو بيديها لي في التوقيت بتاعه، هو بيديها لي بالنسبه لي كانت اغنيه قديمه انا عمري ما سمعتها. ما سمعتهاش اصلا من سنين، يعني هي كانت اغنيه قديمه. ايوه انا على ايه؟ مثلا اول ما خطبني كان في اغنيه مرتبطه مثلا بخطوبه يوم خطوبتي.
اي امير بس مش صعب ان يجي بقى عمال ما اجي يكون حرام اكل. عليك. كان يوم خطوبتي كانت الاغنيه اللي انا فاكراها دايما اغنيه حماده هلال دايما دموع، والله مش عشان حاجه، عشان طول يوم خطوبتي كانت اختي طلع ترند. بس كانت اختي غضبانه زعلانه من جوزها، فكانت اختي هي المسؤوله عن اغاني الصب اللي تقعد تشغل اغاني. ايوه فكانت يوم الخطوبه بقى هي اللي تشغل اغاني، فكانت مشغله لنا كل اغاني نكد. دايما دموع. دايما دموع. فالمهم البقال اللي تحت بيتنا نداه لي نشوه نشوه، فخرجت له لي انت مش عايزه قلت له لا، قال لي الجوازه دي يعني مغصوبه عليك. قلت له لا، قال له مين مشغلين الاغاني دي؟ قلت له ما اعرفش، هم اللي مشغلين الاغاني دي. فدي الاغاني اللي كانت بتاعت زمان. مفيش احلى من اغاني زمان. لو تجيب لي فصل بس محمد طب ليه كده؟ ده بتصدق انت كده زعلتني. ايوه والله. انت كده جبتني. فكرني بيها انا وابراهيم. دايما دموع. لا ما انا بدي مخصوص. ليه بتعملي فيك؟ انا شفت مني فيك بس سبايسي. بتاعتك مش سبايسي اصلا. وانتوا عمالين تجيبوا لي في فراخ وانا اصلا مش باكل طب بتاعتي. ما صلي على النبي، انت مش عايزه سبايسي؟ انا عايز سبايسي. خد دي بتاعت سبايسي. اهي ياه كده. دي مش سبايسي. اهي. كنت في الاعداديه بقى فكرتوني في الاعداديه كنت الف اشعار. فاكر انت نشوف حاجه اسمها الاذاعه المدرسيه؟ كنت الف اشعار، وكان في طالب معين كان بيطلع يقول المدرسه عارفه ان انا اللي بالف الحاجات دي. والله اقسم بالله حصل. وكان عندنا مدرس يا نشوى معروف ان هو كان بيالف اشعار برضه. كان يقعد يقول لي انت ليك مستقبل حلو قوي، بس لازم حد يتابعك. وكان يقعد يدينا نصايح. بس ده في حد ذاته عالي فشل. ما هو احنا خرجنا بقى من المدرسه واحنا الورش. لا مش هقول لك، لا مش حاجه. هو ربنا بيبقى عاطي لكل واحد فينا حاجه بتبقى سبب رزقه. صح. المفروض والله العظيم كده بتبقى سبب رزقه. هو هدم نفسه قصدك؟ فبينميها. يعني انا مثلا مش عارفه ربنا عطانا ايه، بس مثلا شغلانتي واليوتيوب والحاجات دي، هو ربنا عطاني حاجه خليها سبب رزقي، فتنميها بقى. ممكن تكون ده كان سبب رزق ليك وكان هيبقى باب، بس انت احنا ما ينفعناش الكلام ده. مش لون. هو معروف احنا معروف عن الورشه والشغل وكده. بس انت خلصت التوميه والكروسه، لو انت هتاخد دول. انت عارفه يا شو كان ابويا الله يرحمه؟ لو هتاخد دي هتفرخ. لا ما شبعت. شفت ده؟ كان ابويا الله يرحمه والله العظيم انا شو بسال في الموضوع ده يا اخواتي او اي حد، بصي تقولي له اي كلمه قوم شابكها لك في قافيه معينه. هو ده كانت عيشته. والله كان عندكم يعني انتوا وراثه. يعني انتوا مثلا هتقولوا له الفراخ البانيه ما اعرفش يقوم جايبها لك في جمله كده على نفس القافيه 3-4 بيوت ورا بعض في ثانيه كده. الفهم امتى ما اعرفش انا تعرف. انا كان فيها الحته ده قوي برضه والله. بس كان زمان بقى اعمل ايه مع البانيه؟ انا عمال افكر فيه، عمال افكر فيه. فراخ بانيه. تعمل ايه؟ ما هوش شايف مش شايف لسه. لا علي وامير فيهم حاجه، انا ونادين فينا حاجه. يعني انا ونادين مخنا كده شويه على قد شويه. لا احنا اذكى شويه، يعني نفهم الحاجه بسرعه. استنوا بس، نحفظ المكان بسرعه. لو انا ونادين اتحطينا في موقف دلوقتي نرد بسرعه دلوقتي حالا. لكن امير وعلي عشان يعملوا حاجه لازم يقعدوا يفكروا ويكتبوا. لا ده الكلام ده في الفيديو طبعا. وعلي يعني مثلا احنا عايزين نصور فيديو، فعلي وامير يكتبوه. انا يلا بينا احط الكاميرا قدامي واحنا هنشوف. يلا انا كده، انا احط الكاميرا ويطلع اللي يطلع بقى، هو انا ونصيبي يعني. عشان كده ما بصورش مع ماما فيديوهات اللي هي مثلا تقليد، ما يجيلهاش خد اللي انا اكتبه تقوله. لا ما اعرفش. حط الكاميرا قدامي مالكش دعوه. عايز نقلد علي مثلا قول لي وانا اقلده لك. اجي لوحدي بقى من غير ما حد يقول لي احفظي. يا نشوى تقصد بالكتابه ايه؟ يعني انا هتكلم في موضوع كذا كذا كذا، او كاتب الايه العناوين الحاجات اللي يكتب العنوان اللي هيتكلم فيه عشان ما ينساش. تبص في الورقه تعرف انت هتتكلم عن ايه. لان علي الذاكره بتاعته في الضياع. بابا بصراحه الفيديو اللي انت نزلته امبارح كنت انت بتخطط له بكتابه ولا بدماغك النهارده؟ لا من دماغي، احسن انا بتكلم على حاجه من دماغي انا. لا ده بس انا طبعا بقى ايه في حاجات معينه كنت كاتب كلمتين منها بس عنوان. علي نوع ان هو ينسى النقط. ينسى النقط، يعني حتى بينسى العناوين. ادوني بجد والله ده عيب فيه. حتى انتوا دايما اقول لكم احنا نيجي نهرج واحنا في السعوديه دايما علي بيتوه. ليه؟ لان انا خلاص انا نزلت من المكان، عرفت المكان وحواديه وشوارعه وخلاص حفظته. نادين كده، لكن علي وامير لا ما يحفظوش بسرعه المكان.
هم واخدين وراثه بقى مع بعض كده. انا ونادين لا، نادين هي هم نادين وهم مش نصاحه، انما امير امير وابو عيد ذاكره عباره عن ذاكره تتحرى اوفر. بتاعت نانو دي. مش عارفه اقولها. طب كلي فراخ من دي. لا هم جاب لي دي بس انا مش عايزه هي كبه. بس نادين اللون مش كده كده. بس هو جاي هيحط الشطه متكومه اهي. ما انا عارفه ما عشان كده ما عادش اكلها. ده انا خليها، ده انا اللي اخدتها كانت حمرا. البرطمان كله واقع في الحته دي يا حبيبي. طب كلك خلاص كل حته ده، كل حته ده. بص احنا ان شاء الله انتوا كويسين. انت مش معنى متعزمين من وجهك. عيني ده عشان هنكمل بقى. ويا جماعه ده كان يوم سعيد معاكم بصراحه. بس انا بجد ايه كان يوم ده؟ جميل. لا كان يوم حلو بالنسبه لنا، يوم حلو ايوه ماشي ماشي. هدي يوم ايه والله العظيم اللي هياكل اسمعوا مني، مين اللي هياكل الوجبه دي يا ابراهيم يا نادي، الفايده دي كده اللي هياكل الوجبه دي هيجي له مغص. ليه؟ ده من حقيقي. ساعه ما وصل لك. الوجبه دي اتفتحت واحنا قاعدين عاملين لها الزينه دي. بنبص لها هي ايه الوجبه دي؟ ده كلها فيها جميع بقول الاشكال. لك ده كريسبي، اسمه ايه ده؟ ده بروست، عيش، بطاطس، سندوتشات شاورما، سندوتشات اسكالوب، صوصات. بجد كلنا عنا فيها. ربنا يستر. فالمهم الحمد لله ان احنا خلصنا اليوم بتاعنا على خير اهو. تصبحوا على خير يا جماعه. ايه تصبحوا على خير. استنى ما تقفلش الفيديو. متجهين احنا لا تاكلي حبيبتي عند جوزك هناك بيحطكم. محدش ياكل وجبتي. ابوك اهو، ابوك اللي خلفك. ازيك يا بابا؟ انا اساسا اقسم بالله داخله، عشان انتوا عارفين يعني الحقيقه. بص لي يا امير، انا داخله اقسم بالله عند ابوك والله كنت داخله لوحدي داخله على نفسك من غير عيال. ما اكيد طبعا. يعني انتوا مش تبعي، هم طبعا مين؟ تبع ابوكم. انت امنا. انا جايه من بيت ابويا من الفرضانيه. الغول. انا جايه من بيت ابويا فرضانيه. وان انا كنت جاي لك بالعيال. انا ماليش فيه. فهو انتوا تبع ابوكم يا حبيبتي. يعني لو بعد الشر انفصلنا انتوا هتعيشوا مع بابا حبيبي، وانا هبقى الام الجحده. انا موافقه، انا موافقه. شوفوا الناس يا جماعه بيطلع منها كلام تلقائي ازاي. انتوا هتعيشوا مع بابا حبيبي. انت بتيجي ازاي صح؟ انتوا بابا حبيبكم انتوا يعني. ده بقى لها كذا فيديو. بصي كل فيديو تقوم راميه لي كلمه، بس انا على فكره ان انا ثابت على موقف. تلمحات بقى بجد. عماله تلمحي. لا كل فيديو تقوم راميه كلمه. ايه الموضوع ده تتقال شويه. خلي بالك انا الفلوس الثانيه دي ولا ايه؟ لا هو اول مره. يلا خلي بالك انت ايه؟ انت ايه؟ بتقولوا رشدي اباظه ولا الناس دي؟ انت هتيجي على الميزان. يلا نشوف. سلام. سلامك. والله انت خلصت الكروس، واجيب لك الكروس بتاعتي وهات لي حته فرخ.